مساء الخير متابعيني الكرام، يا رب تكونوا في احسن حال وتم صحه. بصوا احنا هنعمل البطاطا. دي انسب طريقه واحلى طريقه، بتبقى البطاطا محتفظه بشكلها. بلفها كده في ورق الفويل زي ما انتم شايفين كده على شكل بونبونايه. دي انسب طريقه واحلى طريقه ممكن ان انتوا تشووا بيها البطاطا بتاعتكم. اهي انا عملتها كلها، وبعدين هروح واخداها بقى كلها كده وهدخلها الفرن. ما شاء الله ما بتاخدش وقت كبير معايا زي ما كنت بعملها الاول. بصوا هنيجي بقى ايه نعمل الحلوى بتاعه اللي احنا هنحطها على البطاطا بتاعتنا. خلاص هي خلصت، هي طلعتها من الفرن. انا هنا جبت كيلو لبن وهحط عليها معلقه سكر. ممكن ان احنا الحلوى دي نخليها عندنا لشهر رمضان نحفظها. هحط عليها كمان معلقتين دقيق بسبوسة، وحطيت معلقتين نشا. هقلب كده على البارد الاول، بتبقى حلوة قوي 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 القشطة ديت. قشطة الحلوى جميلة جدا. هقلب الاول على البارد زي ما انا ما قلت لكم كده، لذيذة جدا. ده كيلو لبن بالمناسبة، علشان انا هعمله وهحتفظ بيها، ومش يعني هتبقى عندي ما شاء الله اعمل بيها وصفات كتير. اديني ولعت البوتاجاز اهو، هفضل اقلب فيها كده. لازم تقلبوا فيها كويس جدا وما يعني ما تسيبوهاش وتمشوا. بصوا اهي استوت معايا بسم الله ما شاء الله، وابتدت تبقبق اهي كده. بقت جاهزة معايا تبارك الله اهي. بصوا شوفوا تحفة. دي معلقة زبدة هروح حطها عليها كده. انا بالمناسبة انا طفيت البوتاجاز، هفضل اقلب كده مع السخونية اللي موجودة هتسيح معايا، وهحط عليها شوية فانيليا. جمال والحلاوة دي تحفة تحفة تحفة. هفضل اقلب فيها كده اهي، ساحت معايا تماما اهي. حطيتها في قلب علبة وهغطيها وهسيبها لما تبرد تماما. بقية الوصفة بتاعتنا انا عندي هنا كوباية لبن ساقعة هحط عليها. بصوا باكوين من اللي هو الكريم جانتيه اهو، وهضربهم كويس جدا اهو لغاية لما تبتدي تتشكل معايا اهو. بصوا بسم الله ما شاء الله اهو ابتدى يبقى جاهز معايا. بصوا تبارك الله حاجة كده اهي. عملناها بسرعة بس لازم اللبن يبقى مسلك، او لما تلاقي عامله منقار كده يبقى هنا ايه بقت جاهزه معايا. عندي البطاطا اهي، هطلعها من الفويل وبعدين هقسمها لاتنين. وعندي بقى اي صينيه اي طبق زي ما تحبي اهو. هفتحها كده وهروح حطها في الصينيه بتاعتي الجميله ديت اهي. وبعدين اهي بردت معايا اهي. هروح حطاها اللي احنا عملناها على البوتاجاز، هروح حطاها على الكريم شانتيه، وبعدين هبتدي اقلب كله على بعضه كده. لازم تتاكدوا ان هي بردت تماما قبل ما تحطوها على الكريم شانتيه. وهعيد برضه تاني. هحط عليها بقى ايه معلقه شوكولاته بيضه اهي، بتبقى تجنن وتبقى يم 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 يم. هعيد ضربها تاني. خلاص هي كده بقت جاهزة معايا. بصوا شكلها جميل ازاي، تحفة تحفة تحفة. هبتدي بقى اوزعها على البطاطا بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين كده اهي. وزعتها كلها وبعدين هبتدي ادخلها الفرن عندي واسيبها. يعني بصوا انا ولعت الشواية بس ادي اهي. ممكن تحفظوها شهر في التلاجة وهتنفعنا كتير جدا في شهر رمضان لحشو اي حلوى عندكم بتبقى تجنن. وهي طلعت من الفرن وبسم الله ما شاء الله تحفة 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 اهي. حطيت عليها شوكولاتة شيبس
اللي عايز بقى ياكل مسلوق اوكي، اللي عايز ياكلها قصدي مشويه اهي، واللي عايز ياكلها ديت ما شاء الله تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى هبتدي اقطعها اهي. خلي بالكم هي لسه سخنه، وكمان لما بتبرد بتبقى تحفه اهي. تنفع في العزومات، لو جايلك ضيوف اهل بيتك هيحبوها جدا جدا بطريقه تكات وصفات دندونه. ودي كانت وصفتي النهارده اهي، البطاطا اعملوها بالطريقه ديت لذيذه جدا. انا طبعا ولعت الشوايه عليها وحطيت عليها شوكليت شيبس كده، بصوا طعمه طعمه طعمه. اللي عايز ياكلها بالطريقه ديت اوكي، واللي عايز ياكل البطاطا المشويه برضو اوكي. وندوق بقى ونشوف العظمه ديت اتعملت ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طعمه اتفضلوا معانا. دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتكم. عايزين نوصل الفيديو دوت لاكبر عدد ممكن. ما تنسينيش باللايك والشير والدعوه الحلوه والكومنت الحلو اللي زي قلبكم. واشوفكم على خير فيديو جديد تكات وصفات دندونه. باي باي. نسيت، يلا بينا نشوف العظمه دي اتعملت ازاي. يلا بينا على الطريقه. باي باي.